السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم غادي نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال واحد لي سيجار كيجيو اقتصاديين لذاذ وبنان ومعلكين وكريميين. غادي تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه حتى الاخير باش تستافدوا جميع من الوصفه. هنايا غادي ناخذ واحد المقله تكون شويه كبيره، ندير فيها كميه من زيت الزيتون او لا بغيتو ديروه حتى زيت المائده ماشي مشكل، وطريف ديال الزبده، وغادي نشحروا فيها البصله. هنايا عندي تقريبا 2 بصلات متوسطين درناهم في الهاشوار باش يعني تشلضوا لينا مزيان. نفس الطريقه درتها حتى للثومه، عندي هنايا 3 ديال الضريسات ديال الثومه طحنتهم او لا ممكن نحكوهم في الحكاكه، وغادي نخليوهم يتبالوا ويتشحروا بديك الزويته البلديه والزبده. السر ديال انني كنستعمل دائما الزبده في هاد الحاجات اللي كنشحر بحال هكا هي انها كتعطي واحد اللذه، وكتزيد كتفتي لينا الخضره او لا اي حاجه شحرنا بها كتولي فتيه وكتجي لذيذه. غادي نخلي البصله حتى طيح، ومن بعد غادي ندير 2 ديال الخيزويات كبار نحكوهم بالحكاكه الغليظه باش يبقاو باينين. هنايا بالنسبه للاختيار ديال الخضر انا على حساب اللي متوفر عندي في البيت وداكشي اللي يعني تشهيت باش نعمر. ممكن دائما نبدلوا الاختيارات على حساب المتوفر عندكم في البيوت ديالكم. انا ما بغيتش نستعمل كل هالانواع ديال الخضر مره واحده، اليوم بغيت نختصر الوصفه على 2 ديال الخضر فقط. غادي ندير واحد الكويز ديال الماء باش نخلي الخيزو او الجزر يطيب هو وديك البصيله واحد 5 ديال الدقائق تقريبا. من بعد ما كنحسوا به بحال هكا دبال صافي كنوليو نرجعوا نضيفوا القرعه الخضراء. هاد القرعه الخضراء هذه كتجي لذيذه في لي سيجار وفي كاع الحاجات اللي نقدروا نعمروها نعمروهم بها. هنايا خديت 4 ديال القرعات، غسلتهم بطبيعه الحال وحكيتهم بالحكاكه الغليظه وضفتهم مع البصله وخيزو، وغادي نخليهم حتى هما يتنسموا ويتشربوا ويتشحروا مزيان حتى ينشفوا، حتى تنشف لينا هاد الحشوه هذه. انا اليوم كنهضر على الحشوه الاقتصاديه، داكشي علاش ما بغيتش نضيف معاها لا كفته لا حوت لا كروفيت لا دجاج لا حتى حاجه. غادي نخليها غير هكا بالخضره، كتجي لذيذه وكتجي بنينه. والاكيد الكل غادي يسولكم على شنو كاين في الداخل ديال دوك لي سيجار. غادي نضيف هنايا البزار، وغادي ندير لوريغون اللي هو كيتواتى بواحد الشكل عجيب مع القرعه كيجي معاها رائع. صافي غادي نحركو مزيان ونخليوها تشحر حتى تنشف. ضروري ان الحشوه تكون ناشفه، ما يكونش عندها داك السائل باش ما تقطعش لينا الورقه ملي نبغيو نعمروها. النسمه ديالها او الريحه ديالها وهي كطيب كتكون شهيه بزاف، لان المذاق ديال الزبده او ريحه الزبده مع القرعه مع لوريكون كيكونوا كيتواتوا مع بعضياتهم كيعطيو واحد الريحه جميله. هنايا درت 4 ديال الفرماجات مثلثين، ممكن تعوضوهم بالمربع او لا ممكن ايضا تضيفوا الفرماج ديال الساندويتش، ممكن ديروا الكريمه السائله. المهم داك الاختيارات كلها كتواتى مع هذا الشكل ديال الحشوه. بالنسبه للورقه اليوم غادي نستعمل هاد المربعه هذه اللي كناخذها عند الباكستانيين. كنظن بانها ولات معروفه ولاو يعني كنلقاوها دائما في المتاجر الكبرى وايضا في المحلات التجاريه بحال مرجان، بحال اسواق السلام، بحال يعني سولت على حساب الناس ديال المغرب باش نقول فين غادي ممكن يلقاوها. راه كتكون في كل المحلات التجاريه بحالها، بحال الورقه ديال البسطيله، بحال الباط بريزي، بحال ايضا الباط فيلو. غادي ناخذ الورقه وغادي نقسمها على شكل مثلثات باش ندير لي سيجار. انا اختاريت نقطع هكا على شكل مثلثات لان هذه هي الطريقه الوحيده اللي كتجمع ليا لي سيجار من الجناب وما تيتحلوش. غادي نوضع كميه ديال الجبن المبشور، يعني هنا الفرماج الاحمر حكيته كيبقى اختياري الا بغيتو تضيفوه. صافي وغادي نبدا نجمع لي سيجار بهذه الطريقه هذه كيف قلت لكم، بهذه الطريقه ديال انني قطعت الورقه على شكل مثلثات كيتسدوا بواحد الطريقه عجيبه وما كتخرجش ليا الحشوه من حتى شي جهه. غادي نعاود نكرر معكم الطريقه باش تستافدوا جميع. صافي كنوضع كميه ديال الفرماج وندير كميه ديال الحشوه بطبيعه الحال من بعد ما بردات خليناها حتى تشحرات مزيان ونشفات من الماء اللي كان معاها في المقله، وعاد حطيناها بردات. دابا غادي نبداو نعمرو. صافي وغادي نبقى غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه ديال الحشوه وايضا ديال الورقه اللي كاينه عندي. بطبيعة الحال هناك العديد ديال الأفكار نقدروا نضيفوها مع القرعة
والجزر يعني خيزو باش نغنيو هاد الوصفة هادي، ولكن حنايا مشينا على الأساس ديال أننا غادي نخليوها اقتصادية. يعني حتى الطون راه كيجي زوين، كتجي الكفتة زوينة، كيجي الكروفيت، لا داند، يعني هكا الهبرة ديال لا داند. ممكن أيضا نقطعوا المرتديلا أو الكاشير على أيين، كلها حاجات ممكن نضيفوها، ولكن حنايا بغينا نعتمدوا على الخضرة فقط. غادي ندهن هاد لي سيجار بالزبدة بواحد الكمية وفيرة، يعني نكثروا شوية من الزبدة ونديروها في الفران تحمر من الفوق ومن التحت على درجة عندكم في الفرن. كنتمنى البنات نكون عطيتكم واحد الاضافه للموائد ديالكم الرمضانيه وتقدموا هاد لي سيجار هادي. كيجيو رائعين مقرمشين من برا وكريميين من الداخل. شكرا لكم على المتابعه ديال الفيديو. مره اخرى كنقول لكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعليق ديالكم الجميله بحالكم. ايضا البارطاج كيلعب واحد الدور كبير في يعني في الانتشار ديال القناه وتوصل لاكبر عدد ممكن ديال المشتركين. شكرا لكم على المتابعه والى حلقه مقبله إن شاء الله.